المفروض ان الفترة الحالية هي أسوأ فترة بتعدي عليا في حياتي، وده بسبب ان عندي إصابة والدكتور منعني من التمرين. ده مسبب لي اكتئاب شديد، بالذات ان جسمي ابتدى يبوظ. اكتئاب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ايه الدراما دي؟ بقول لكم ايه، تعالوا فككم من الهبل اللي اتقال ده. تعالى اقول لك تعمل ايه فترة الإصابة. انا شخصيا قررت اني اتعامل مع الموضوع بإيجابية وابص على النقط الإيجابية في الموضوع، زي مثلا ان طول السنة جسمي كانش بيريح ودخلت بطولات ومسابقات وارهقته كتير وحقيقي كان لازم يريح. فقررت ان استغل الوقت اللي انا قاعد فيه في البيت مش بتمرن واشتغل مثلا على اللابتوب اونلاين او اقرا كتاب او حتى اذاكر او اقرا قران. وسبت لنفسي فرصه ان اريح من الدايت كمان واكل سندوتشات الجبنه الرومي من اللانشون اللي بموت فيها واتفرج على نتفليكس. ايوه لانشون بالجبنه الرومي، ايوه يا عم حقي، بني ادم زي بقيه البني ادمين. بالنسبه للدانت فهو عشق كان نفسي فيه من زمان. الله عليك يا دانت. واكتر حاجه بقى عجباني في موضوع الاصابه ده اني ظبطت نومي وبقيت بصحى بدري عشان اروح المستشفى غير على الجرح كل يوم. ونيجي بقى على النقطه الاهم، طبعا في ناس بتستغرب انا ازاي موجود في الجيم ومصاب. حضرتك انا بمرن تيم يحيى ما اقدرش استغنى عنهم، وده حقهم عليا ابقى معاهم. وطبعا بخلص واعمل لكم الفيديوهات اللي انتم متعودين عليها. بعد كده بخلص الشغل وممكن اروح اخرج مع صحابي ناكل اي حاجه اروق على نفسي شويه. ايوه كده يا عم، فكك من الاكتئاب والهبل ده. في الاخر خليك متصالح مع نفسك، مفيش احلى من طشه الملوخيه وداخله معدتك. طب يا معلم الفورمه اللي باظت دي هتعمل فيها ايه يا باشا؟ اللي عملها مره يعملها 1000.